بالليل وانا قاعده كده لا بيا ولا عليا طلبوا مني حاجه حلوه، ما لقيتش احسن من البسبوسه واسهل واسرع كمان. هنعمل النهارده البسبوسه على اصولها، جميله جدا ودايبه دوب، هتاكلي منها مش هتشبعي. هتعرفي كل طريقتها وخطواتها، وهنعرف كل المقادير اللي تخليها دايبه كده وهيشه وحلوه. يعني بتاكليها كده تدوب في بق. نسمي الله ونصلي على الحبيب. ما تنسوش كمان لايك واشتراك في قناتي، ولايك ومتابعه على صفحتي على الفيسبوك. والأول مرة يشوف قناتي أنا اسمي سما عمر، نعمل لنا تعليق حلو كده، ويا ريت تشيروا الفيديو لكل الناس عشان تعم الفايدة. أول حاجة هنجيب بولة فاضية، هنعمل فيها المقادير السايلة اللي هي عبارة عن ايه، 3/4 كوباية من الحليب. يعني حطيت نص كوباية وبعدين ربع كوباية، تمام. نص كوباية حليب وبعدين حطيت كمان ربع كوباية حليب، يبقى 3/4 كوباية من الحليب. حطيت كمان نص كوباية من السمنة ومسيحاها، تمام. نص كوباية من السمنة وسيحتها. حطيت 3 معالق من العسل، 3 معالق عسل. لو ما عندكيش عسل حطي 3 معالق من الشربات التقيل اللي هو بتاع الجلاش وبلح الشام والحاجات اللي هي بتبقى الشربات بتاعها تقيل، تمام. 3 معالق عسل او 3 معالق شربات تقيل، تمام كده. هنحط كمان نص كوباية من السكر، نص كوباية من السكر. وهحط معايا كيس فانيليا، هحط فانيليا تديها ريحة حلوة كده، تمام كده. هنقلب المقادير السايلة ديت معانا، عندنا ندوب فيها لحد ما السكر كله يدوب معانا كويس جدا، تمام. يعني مش اقل من 3 دقايق هنقعد نقلب فيها لحد ما كل المكونات ديت تدوب والسكر يدوب معانا مع الخليط ده. كده الخليط السايل جاهز معانا، تمام، بالشكل ده. بعد ما دوبت وتأكدت ان كل حاجة دابت، هحط هنا كوبايتين من دقيق السميد او دقيق البسبوسة او دقيق السمولينا، ليه كذا اسم. هحط كوبايتين. الدقيق ده انا كنت حاطه عليه معلقتين جوز الهند، بس معلش الحتة ديت نسيت ايه اوريها لكم. فحط على دقيق البسبوسة ده معلقتين جوز الهند. حطيت نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص معلقة بس صغيرة من البيكنج باودر. هقلب الخليط ده، مش تعجنيش. مجرد ما الخليط السائل ده يختفي قدامك خالص والدقيق يشربه، توقفي فورا علشان عجينة البسبوسة ما تبقاش ناشفة منك في الاخر. شايفين بقلب ازاي؟ بخلط بس مش بعجن. مجرد ما السوائل دي تختفي زي ما انتوا شايفين اختفت اهي، ببدأ احطها في صينية. الصينية دي دهنها سمنة كويس جدا، مدهونة سمنة. الصينية دي مقاسها ايه لكوبايتين دقيق السميد؟ هتجيبي صينية مقاسها 28، تمام. الصينية مقاس 28، تدينيها سمنة، وطبعا مسخنين الفرن ومولعاه قبل ما ابدأ في البسبوسة. سيباه يسخن لحد ما ابدأ في مقادير البسبوسة. هفرد البسبوسة كده معانا، وبعد ما بفردها بخبطها كده خبطتين 3 كده علشان اسوي البسبوسة واسوي وشها، واتأكد ان البسبوسة بقت كلها سمك واحد، متبقاش حتة عالية وحتة ايه مش عالية. شايفين؟ ببدأ اخبطها كده خبطتين بتتساوى معانا وبتبقى كلها ايه مستوى واحد اهي. كده جاهزة معانا، نحطها في الفرن اللي هو انا مسخناه وساباه يسخن. وبعدين تعالوا نعمل مع بعض الشربات او السيرب. هنعمل النهاردة كوباية ونص من السكر. البسبوسة هتحتاج كوباية ونص سكر، عليهم كوبايتين من المية. البسبوسة كوباية ونص سكر، كوبايتين من المية، وهحط فانيليا، وهحط كمان عصرة نص ليمونة. نص الليمونة مش هعصرها كمان كلها، انا عايزة كام نقطة ليمونة بس، لان دي الشربات بتاع البسبوسة مش بيحتاج ليمون قد كده. فانا بحط نقطتين 3 كده بس من الليمون. وادي كيس الفانيليا. وهرفع الشربات ده، هحسب له 5 دقايق من مجرد ما بيقلب. اول ما يبدأ يغلي معانا تحسبي 5 دقايق بالظبط وتطفي عنه. انا مش عايزاه يتقل، انا عايزاه يبقى خفيف كده، لان دي الشربات بتاع البسبوسة بيبقى خفيف، تمام. فاحسبي له 5 دقايق من اول ما بيبدأ الشربات يغلي. اول ما يبدأ تبص تلاقيه هيبدأ يغلي اهو، تحسبي 5 دقايق بالظبط وتروحي جايه طافيه على النار. بيبقى الشربات سخن والبسبوسة سخنة. كده البسبوسة بتاعتنا استوت معانا، هي سخنة والشربات سخن، الاتنين يبقوا سخنين مع بعض. يعني تسقي البسبوسة وهي سخنة، الشربات كمان سخن. شايفاه؟
شايفين الشربات البسبوسة بتشربه ازاي؟ ده دليل ان البسبوسة بتاعتنا ناجحة. اول ما تلاقوا ان هي بتشرب الشربات كده على طول تعرفوا ان البسبوسة ناجحة. لكن لو لقيتوها ما بتشربش الشربات تعرفوا ان البسبوسة بتاعتكم ناشفة ومش ناجحة. نغطي عليها بأي غطا ونسيبها ساعة كده تبرد وتشرب من شرباتها، ونرجع نشوف الجمال ده. اللي دايبة العسل ديت احسن من كمان من انت بتشتريها من بره. بعد ما بردت وعدى ساعة برش كده رش كده بسيطة من جوز الهند، تديها منظر كده وشكلها يبقى حلو. ونبدأ بقى نقطع العسل ده. مجرد ان انا مش عارفة اقطعها لانها طرية جدا جدا دايبة قوي، بقيت اقطعها. شايفين بسيسها وانا بقطعها خايفة تتهري مني. شفت لدرجة ايه؟ لدرجة ان هي دايبة قوي ناجحة 100%. بجد بجد امشوا على الطريقة ديت ويا ريت الشربات ما يزيدش عن 5 دقايق، علشان هو برضو سر من اسرار نجاح البسبوسة. شايفين الجمال طرية ازاي؟ عسل عسل عسل. هدلنا اقول لكم عسل وطريه لحد ما تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم فيها. بجد هتعجبكم، ولو مشيتوا على كل الخطوات وخطوات الشربات والبسبوسه تطلع معاكم ناجحه باذن الله. شايفين عامله ازاي؟ طريه جدا وطعمها حلو قوي قوي، وبألف هنا وشفا للي جربها يا رب ويقول لي ايه رايكم فيها. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه، وكمان تعليق حلو يشجعني ان انا اعمل فيديوهات. اشوفكم على خير، سلام عليكم.